حملت به على الكفين ومن يخفت وعلمي حملت به على الكفين ومن يخفت وعلمي وكنت رحل الأخضر وكنت حملت به على الكفين ومن يخفت وعلمي وكنت رحل الأخضر وأموت الأرض نحن بحالكم وناديكم فجدت على أياديكم وأموت الأرض نحن بحالكم وناديكم حبايب شوفيني يا طير يا طير روح اسألن علي واليف ومش معه مجروح بجروح الهوى شو بينفعه موجوع ما بيقول عاللي بيوجعه وتعن عباله ليالي الولداني يا طير. تتقدم بأعز الساعات والمواساة للأسرة الصغيرة والكبيرة للفقيدين أحمد سالم الصغير ورشيد السوقي، ولجلل النصاب فعزاؤنا واحد فيما فقدنا من رفيقين مناضلين عضويين. إن لله وإنا إليه راجعون. أيتها المناضلات أيها المناضلون، يحل العيد العمالي الأممي 2013 وقد رزقنا بفقدان رفيقين من رفاق النضال، وعزاؤنا واحد في غيابهم عنا. اليوم يشكل خسارة عظمى، لكن مبادئهم ومواقفهم وروحهم ستظل حاضرة في وجداننا إلى الأبد. نعم، كان مناضلين شامخين ناضلا من أجل مبادئ إنسانية نبيلة وغادرانه وهما في مهمة نضالية لخدمة أبناء هذا الوطن. ونؤكد من هنا ومن هذا المنبر أن دماءكم الزكية لن تذهب سدى، فنحن على دربكم سائرون، وإكرامكم منا اتباع نهجكم، ذلك النهج الذي طالما دافعتما عنه وكنتما إلى جانب المستضعفين والمقهورين في هذا البلاد. لا الزمان ولا المكان يسمح بذكر مناقبهما، ولكن الأكيد أنه لن يتم نجمتنا بيننا. وتحية إجلال لروحكما الطاهرتين الزكيتين. أيتها المناضلات أيها المناضلون، تحية عالية للطبقة العاملة في عيدها الأممي الذي يأتى في ظرفية دولية تتسم بالتراجعات في كل المناحي، ولن نتطرق لها لأن حتى الحيطان سئمت من الكليشيهات سواء الدولية أو الوطنية. لذلك نؤكد للمرة الألف أن وحدة النضال
هي الكفيلة بانتزاع الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والسياسية لعموم الفائزين. لذلك نؤكد للمرة الألف أن وحدة النضال هي الكفيلة بانتزاع الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والسياسية لعموم الكادحين. ومن الطبيعي جدا أننا عليه الوضع اليوم من خلال استقرائنا لانبطاح المعلن والغير المعلن لجوانب الرأسمالية والإجهاد على ما تبقى من المكتسبات. وإن الاستثناء المزعوم الذي يتبجح به المسؤولون بالمغرب ما هو إلا أشكال من أشكال الاستهلاك الخارجي في ظل دستور 2011 المفروض اللا شعبي واللا ديمقراطي. استمرت حكومة الواجهة في الإجهاد على ما تبقى من المكتسبات، وذلك في التضييق على الحريات والقمع والاحتجاجات السلمية وملاحقة المناضلين والزج بهم في السجون وضرب القدرة الشرائية عن طريق الزيادات في الأسعار ومحاولة الهجوم على صندوق المقاصة، وكذا الإجهاد على حق الإدراك من خلال اقتطاعات في الأجور والتفكير في التغطية على إفلاس صناديق التقاعد من جيوب الطبقة العاملة. ينضاف إلى كل هذا التراجع الخطير في مختلف الخدمات الاجتماعية من تشغيل وصحة وتعليم التي تشكل العمود الفقري لأي إقلاع اقتصادي اجتماعي وتنمية حقيقية. وإيمانا منا كحركة معطل جريمي بأن التشغيل حق أساسي يضمن الكرامة الإنسانية، انخرطت الحركة في التنسيق المحلي مع مجموعة من الإطارات السياسية النقابية الحقوقية والجمعوية في مجالات مختلفة، منها ملف التشغيل وملف الصحة. في الجانب المتعلق بالتشغيل تم رسم مذكرة مطلبية للجهات المسؤولة الموقعة من قبل 21 إطارا من الهيئات المحلية، تنقض عنها حوار مع أولي جهة حول ملف المناصب المحلية والعمل على تحيين حجم الخصائص والمناصب الشاغرة بمختلف الوكالات والإدارات المحلية. هذا تشغيل طبقي. وهذا العمل في المرحلة الأخيرة. أما الجانب المتعلق بالصحة فوضعية المستشفى الجهوي الكارثية خير مثال على تردي مستوى الخدمات والوضع الصحي بالإقليم، مما دفع بالحركة رفقة شركائها إلى العمل في إطار تنسيقي للدفاع عن الصحة العمومية بالإقليم، وإصدار بلاغ حول مسرحية تدشين السلطات المحلية والوصية على قطاع الجهاز السكانية الذي تمت معاينته من قبل التنسيقية وتم عدم اشتغاله، كما تم إصدار عرائض للتوقيع من قبل الساكنة تتضمن مطالب عاجلة حول الوضع الصحي ودعوة الساكنة إلى الانخراط في هذا العمل. الدعوة إلى كافة الإطارات المناضلة الالتحاق بهذا الركز في أفق توسيع التنسيقية وتشكيل جبهة للدفاع عن كافة الملفات المطلبية الأساسية. أيتها المناضلات أيها المناضلون، إن الهجمة الشرسة للنظام القائم في هذا البلد على الحقوق الأساسية كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية والتي لا تقبل الاستثناء أو التجديد يشكل منعطفا خطيرا وينبئ بمزيد من الاحتقان الاجتماعي. وإذ يؤكد تمسكنا بالملف المطلبي القائم على التوظيف المباشر الخاص بالأقاليم الصحراوية وكذا حقنا في المناصب المحلية من داخل الإقليم، وفي إطار سياسة تنموية حقيقية تقوم على خلق فرص الشغل لأبناء المنطقة بعيدا عن المجالس السورية التي تهدف إلى ربح مزيد من الوقت وإلهاء ساكنة الصحراء وإطالة عمر. ونظرا لكل ما تقدم من إخفاقات الحكومات والمجالس السورية في إعطاء أجوبة حقيقية لحل مشكل البطالة، فإننا نؤكد عزمنا مواصلة النضال لأجل انتزاع كافة الحقوق المشروعة. وفي الأخير نهنئ الطبقة العاملة في عيدها الأمم العمالي ودمتم ودمنا للنظام صامدين.